بيكم اعزائنا المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين. طبعا زي ما احنا شايفين الاجواء حوالينا. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه 2026. هابي نيو يير. احنا دلوقتي هنجرب منتجات السوبر ماركت المصريه. هنشوف الحاجات اللي ما جبناش قبل كده ونجيبها، ونجرب حاجات جديده مع بعض. اول حاجه معانا النهارده عاوزين نجرب دي ما يطلق عليه مقرمشات من شركه ابو عوف. دي بالملح البحري. اسمها بريتزلز. مخبوز مش مقلي. الناس اللي بتحب الحاجات الصحيه الحلقه دي هتعجبكم، اوعدكم. مش كلها بس فيها منتجات هتعجبكم. طبعا ده شكل المقرمشات المتعارف عليه. ارجو يكون واضح عندكم. نقول بسم الله. هنا كده نجرب حاجه من اللي ما جربناش الحلقه اللي فاتت. اللي ما شافش الحلقه اللي فاتت كانت حلقه مشروبات. الحلقه دي كمان فيها بعض المشروبات اللي احنا ما جربناهاش اذا كانت اطعم او شركات. معانا شركتين. شركه معروفه بيتهيالي، والشركه دي بصراحه انا اول مره اعرفها او اشوفها. العجينه بتاعته طعمها حلو قوي. القرمشه بتاعته مظبوطه، الملح كمان مظبوط، لان المقرمشات دي بالذات بيبقى فيه منها انواع مالحه جدا. الملح هنا مظبوط. برافو ابو عوف. منتج كويس جدا. هياخد 8 من 10. حلو، بدايه مبشره بدل الخوازيق اللي خدناها الحلقه اللي فاتت. نيجي لتاني منتج اسمه بلانس. ده سناك بروتين فيه 15 جرام. الكيس ده 70 جرام، فيه 15 جرام بروتين. فده حلو جدا للناس اللي بتروح الجيم، حلو جدا اللي عايز سناك صحي. ده ممتاز يعني. سعر ابو عوف 10 جنيه، وسعر ده 15 جنيه. ده بطعم السويت شيري، طعم الفلفل الحلو. دي الترجمه الحرفيه للاسم، بس هو ما بقاش فلفل حلو. يا نهار ازرق، المنظر ده لوحده يخوف. يعني بصوا، انا مش شايف اي حاجه في سناك، انا شايف الشطه بس. يعني طعم الفليفر اللي بره هو مغطي الدنيا كلها. لونه احمر زي ما احنا شايفين. طعمه حلو جدا. القرمشه بتاعته انشف من السناك العادي. البروتين اللي فيه بروتين ارز حراق. يعني كل ما بتاكل زياده كل ما الطعم الحراق بيزيد في بقك. بما انه سناك صحي طعمه حلو جدا على فكره، يعني ينافس اي منتج عادي. هياخد برضه 8، وانا ابتديت استبشر خير بالحلقه دي. بس بعد ده لازم ناخد مشروب كايكو. وطبعا معموله هنا كايكو كولا. اعتقد الخط ده والالوان شايفين هم بيرموا ناحيه ايه يعني. طبعا الكولا. طبعا الكولا من اصعب الاطعم اللي الشركات بتحاول، مش عايز اقول تقلدها، اللي بتحاول تظبطها. فاحنا معانا طبعا المنافسه هتبقى شرسه جدا ما بين كايو كولا وسبيروس باتس. سبيروس باتس منزله كولا، فدي اول مره برضه هنجربها مع بعضين. هنقيم الاثنين كل واحده لوحدها، وكمان هنعمل ما بينهم مقارنه. نسمع كده الفس بتاعتهم حلوه. الريحه هي كولا، بس يعني هي ريحه الجيلي كولا. تروح اصب منها تاني. نسمع الفس بتاعت سبيروس باتس. برضه حلوه الفس بتاعتها.
ريحة الكولا هنا خفيفة شوية. لو هنقارن باللون فهم تقريبا نفس اللون، او سبيروس باتس اخف حاجة بسيطة خالص. توكل على الله، نقول بسم الله. كايو كولا طعمها كويس في الاول مع الاسف، لكنها مش سيئه. هي بعدين يعني في افتر تيستو ترابي خفيف خالص جاي من ورا، لكنها تتشرب، فهتاخد 5/10. طبعا احنا جربنا مشروبات اسوأ من كده بكتير الحلقه اللي فاتت، والبير مرضيش يطلع معايا الحلقه دي. خايف لا تطلع شبه اللي فات. فاتك كتير يا البير. نجرب بقى سبيروس باتس كولا. حلو بس في احسن. يعني احنا لو هنقارن بين كايكو كولا وبين سبيروس باتس كولا، يبقى كايكو كولا هيكسب، لان طعم الكولا فيه اعلى والصودا بتاعته اعلى. السبيروس باتس رايح شويه ناحيه الجيلي كولا، حتى لو انت مش حاسس بالطعم الغني، لكن واخدك في الناحيه دي. فقلنا كده كايكو هياخد 6، يبقى سبيروس باتس هياخد 5، ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي. قلنا الاسعار ان كايكو الكان دي ب 12 جنيه، والسبيروس باتس اللتر دي 25 جنيه. نرجع تاني للسناك الصحيه والبروتين سناك. ده بطعم السويت تشيز. خلينا نجرب بقى علشان الشطه بهدلنا. طعم الجبنه عالي قوي، ونفس اللون اللي فات، نفس اللون بالظبط، يعني ما فرقش عنه حاجه، مع ان ده جبنه والتاني سويت شيلي. فنسمي ونقول بسم الله. يعني اعتقد ان انتم سامعين صوت القرمشه. حلو جدا جدا، عاجبني انا. يعني ده بما انه سناك صحي، سعره 15 جنيه، مش عالي قوي. فيه بروتين، طعمه ممتاز. فده لغايه دلوقتي ده منتج الحلقه، ده هياخد 10/10. نرجع ناخد حاجه من ابو عيوف. ده مقرمشات بطعم الكاتشب. ده بسعر 10 جنيه برضو. نقول بسم الله. ريحه الكاتشب عاليه قوي، انا مش من محبين الكاتشب بصراحه. الفليفر موجود عليه، يعني تقدر حتى تشيله بايدك كده. بص، هو الريحه فعلا كاتشب، لكن الطعم واخدني اكتر ناحيه الفلفل الحلو. فانا مش عارف بقى هل ده بسبب العجينه نفسها ولا الفليفر نفسه فيه مشكله. بس هو كمنتج كويس جدا. ابو عوف معروفه يعني، حلوه ابو عوف معروفه دي. ماشي، ابو عوف شركه معروفه، منتجاتها كلها كويسه. بس هو يعني انا لو جايب ده علشان طعم الكاتشب مش هحبه، لكن لو جايبه علشان تسالي لا هيعجبني وهاكله. انا كده مش بحب الكاتشب، فده هياخد 6/10. نرجع للمنافسه القويه بين الشركتين دي، كايكو لايم، وسبيروس باتس ليمونادا او ليموناده، يعني على حسب بتقولها ازاي. طبعا الازازه دي 400 مللي وب 10 جنيه، يعني دي المفروض اكتر من الكان تقريبا، نص لتر او نص لتر الا شويه. دي ب 10 جنيه. ف هنقارن كده ونشوف طعم الليمون احسن في مين.
هنا حاسس ان الصودا قليله شويه، لكن طبعا هنشوف بالتجربه. سمعتوا الفس العافيه دي؟ بتفرق. عايز اقول لكم هما تقريبا نفس الريحه ونفس اللون الشفاف، يمكن دي فيها سنه اصفرار خفيفه خالص، هنا لا شفاف خالص. وهنشوف الفرق في الطعم والصودا. هنا الصودا خفيفه خالص والطعم كمان خفيف، معظم الطعم جاي من السكر. يعني بصراحه لا، في الكولا كانت اجمد بكتير. اسبريسو باتس طعم الليمون باين، الصودا بتاعتها اعلى. فدلوقتي هنعكس كده تعادل للشركتين، وهنحاول ندور على اطعم تاني مشتركه ما بينهم. كده بس بصراحه هنا سبيروس باتس لا، دي تاخد 7 على الاقل. انما دي بصراحه هديها يعني 4 مع الرافع علشان السعر بتاعها كمان، يعني عشان ب 10 جنيه. فكده دول كده كانوا المشروبات اللي معانا، ونرجع للسناك. كده معانا اخر نوعين. بص البير اللي ما رضيش يجي اول ما سمع ان الحاجات حلوه خطف حاجه وطلع يجري. نرجع لابو عوف مقرمشات بطعم الشطه والليمون، وانا خلي ده في الاخر عشان بصراحه بيبوظ لي بقي. فخلينا هنا في البروتين سناك. ده بطعم الليمون الحلو. برضو 15 جرام بروتين بسعر 15 جنيه. طبعا المنتجات اللي معانا مش عايز ااكد ان هي مصريه 100%. دي شكلها مختلف شويه، دي كده فيها زجزاج، انا مش عارف هي مختلفه ليه، لكن حاسس ان فيها زجزاج اكبر من يعني واحد كبير واحد صغير، ومش عارف دي غلطه ولا هو كده الشكل مختلف شويه، لكن مش هتفرق، احنا اللي يهمنا الطعم. ونقول بسم الله. كنت معتقد ان المكونات هيبقى فيها حاجه مختلفه علشان الشكل، لكن المكونات نفس المكونات بالظبط. بس حاسس ان دي القرمشه بتاعتها اجمد، او القطمه بتاعتها اجمد شويه من التاني، انشف يعني. طعم الليمون حلو جدا ممتاز يعني، برافو بامانه الشركه دي، ارفع لها القبعه. هي من ايجيبت فود، المنتج نفسه اسمه بلانسي. ده هياخد 9.5 يرتقي ل 10، بس بصراحه طعم الجبنه اعلى، فمش هينفع احطهم في نفس المستوى، لكن ممتاز. اي حد عايز سناك صحي انصحه بيه جدا. طبعا انا مش عارف ده امن للاطفال ولا لا، لكن ممكن نسال الدكتور، ولو كده هيبقى حلو جدا وهيبقى بديل صحي للاطفال. كده معانا اخر حاجه ابو عوف بالشطه والليمون. المقرمشات دي برضو سعرها 10 جنيه. ريحتها توابل جدا، زي ما قلنا ريحه التوابل عاليه فيه. نسمي نقول بسم الله. طعم الليمون باين، الشطه باينه. اللي بيحبوا طعم الشطه والليمون هيعجبهم قوي ده. طعم الليمون عالي شويه، في مزازه. انا مش من محبي الشطه واظن باين على وشي ليه. ده كده هياخد 7 حلو جدا بالنسبه لي. طبعا انا بحب الشطه، هيعجبه اكتر يعني، يرتقي الى 9. لكن ده بالنسبه لي انا كريمون هياخد 7. ودي كانت نهايه حلقتنا، ونرجع نقول لكم كل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، لان ده بيفرق معانا جدا. احنا بنتعب وبنصور لكم الحلقات دي علشان نجرب مكانكم منتجات جديده، ونقول لكم تشتروا ايه وما تشتروش ايه، وممكن ايه اللي يعجبكم. فاتمنى ما تبخلوش علينا باللايك، دي حاجه بسيطه مش هتكلفك حاجه. وان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه. كل سنه وانتم طيبين.